السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ طيب انا حصل معايا حاجه غريبه جدا، عمالين يعملوا ريبورتس على البوستات بتاعه بي ام دبليو، مش قادر افهم ليه. يعني ما جالي دلوقتي ان انا خدت يعني سترايك بسبب البوست، وانها ايه ده؟ انا مش قادر افهم ليه حد يعمل كده يعني. حاجه غريبه جدا، يعني الناس دي بتقاوم الكلمه بطريقه بشعه يعني. مش قادر. بصوا، احسن بس حد يقول لك ده بيقول اي كلام. انا جالي دلوقتي اتقطع عليا اللايف فيديو علشان كده. بصوا، وانا بقول سعر عربيه. انت متضايق ليه من البوست يعني؟ جزء اجينست كوميونتي ستاندردز ليه؟ إيه المشكله؟ انا بحكي سعر عربيه يعني. إيه اللي حصل؟ إيه الجريمه اللي انا ارتكبتها؟ مش قادر افهم يعني. بيعملوا ريبورتس على ايه يعني؟ بصوا، حاجه عجيبه جدا يعني. طيب، الوكيل المصري بتاع بي ام دبليو والوكيل الكويتي الغانم مجموعة الغانم والصافي والعرجاني مجموعة الصافي والعرجاني المصريتين، الوكيل شراكة مصرية كويتية والأسعار الجديدة للسيارات بي ام دبليو. وانتوا عارفين ان انا تحمست من شهور ونوهت عن ده. اعملوا طيب يا جماعة شير لللايف، لان يبدو ان هم بيقللوا الريتش، ويبدو ان هم عايزين يقفلوا الصفحة يعني، زي ما انتم شايفين كده. فاعملوا شير لللايف علشان يوصل لناس كتيره، ولان بنتحارب بشتى الطرق يعني. كميه ريبورتس رهيبه يعني. ريبورتس على ايه؟ مش فاهم يعني. ايه الفيرست نيوز؟ ايه الاخبار المزيفه في ان انا اقول عربيه نزلت مصر؟ مش فاهم. حاجه عجيبه جدا. طيب المهم، التوكيلين الجداد نزلوا ليست التسعير كده، بيتم تداولها العربيات ميني وعربيات بي ام دبليو، قويه جدا جدا جدا. الليسته دي بتحرج التسعير العشوائي في مصر ايا كان بقى ايه، لكن ده سعر رسمي وموجود، وهم قالوا ان هم فاتحين الحجز من يوم السبت. طيب ده بيأثر على ايه؟ لما تعرف سيدي الفاضل ان سياراتهم تبدأ من 900 الف جنيه، سيارات بي ام دبليو، حتى بقى فيما فوق، سيبنا بقى من الفئات العاليه والبي ام دبليو الاي 7 والكلام ده. خلينا نتكلم على العربيات المتداوله، مثلا زي البي ام دبليو ال 320 الجي 20 مثلا، اللي نازله بالموتور ال 1600 اللي كان شايل البي ام دبليو ال 520 تمام قبل كده. الموتور ال 170 هورس باور 250 نيوتن متر. الفئه الادفانتج فيها بتبدا من مليون 280 الف جنيه. لما تعرف ان العربيه دي ارخص من سكودا سوبرب و فولكس فاجن باسات، لما تعرف ده هتشوف كم العشوائيه التسعيريه اللي كنا بنتعرض ليها. لما تعرف ان الاكس 1 نازله بمليون 200 الف جنيه، بتبدا من هذا السعر. لما تعرف ان العربيات دي ارخص مثلا من توسان وسبورتاج. لما تعرف ان عربيات ميني بادئه من 700 الف جنيه، 790 الف جنيه، والكانتري مان اعلى نسخه الايكونيك الاس تمام. لما تعرف ان العربيات دي واصله حتى مليون 250 الف جنيه، تخيل الكانتري مان مليون 250 الف جنيه في لسته الاسعار. لما تعرف ده، لما تعرف ان بي ام دبليو 520 موجوده بمليون و700 الف جنيه، الفئه اللكجري، تاني فئه اللي فيها كماليات كويسه قوي، 520 بي ام دبليو 520 عربيه من الحجم ده، وبتقدم الخامات والمفهوم اللكجري والبريميوم ده في وسط الفئه بتاعتها. لما تعرف ان العربيه دي يقترب سعرها من سعر البيجو 508 جي تي ماكس وسكودا سوبرب وفولكس فاجن باسات. لما تعرف كل الكلام ده، هتعرف دلوقتي احنا كنا في عشوائيه تسعيريه عامله ازاي، وهتعرف قد ايه ان السوق ده كان بيمارس التسعير بالمزاج. لما تلاقي ميني ب 790 الف جنيه، وسيارات مثلا زي اوبل موكا وستوين سي 4 ومش عارف ايه، وعربيات صغيره زي دي، او حتى يا سيدي الفاضل سيات ليون كانت بتتباع بيطلبوا فيها مليون جنيه، وميني بادئه من 790 الف جنيه. ميني كوبر بادئه من 790 الف جنيه، والفئه الايكونيك فيها بحوالي 850 او 800 وحاجه. فلما تعرف الكلام ده، هتبقى عارف قد ايه احنا في تسعير عشوائي. هتبقى عارف قد ايه اللي كان بيسعر كاس بوتاج. هتبقى عارف قد ايه الناس دي، بغض النظر بقى تقول لي اوفر ومش اوفر وبتاع التوكيل بيقول انه فاتح الحجز. انا بكلمك عن ازاي حد قادر يحط لستة اسعار رسميه لفئه عربيات محترمه زي دي. بي ام دبليو عربيه رياضيه، عربيه لاكجري كار، عربيه محترمه، عربيه بتيجي في فئه بريميوم، عندها عربيات، ما عندهاش عربيات اقتصاديه قوي، عندها عربيات في الحجم ده. وتيجي تلاقي العربيات دي
بتصعب بالتسعير ده، بتتصعب بسعر عربيات. عشان كده لما كنا بنقول لك الفتره اللي فاتت العربيات اللي بتنزل دي مش قيمه مقابل سعر، مش قيمه مقابل سعر. البي ام دبليو الاكس 1 بتبدا من مليون و150 فعلا. لما كنا بنقول لك العربيات دي مش قيمه مقابل سعر، فهمت؟ لما كنت بقول لك ضميري ما يسمحش ان انا ارشح سبورتاج بمليون و400 الف جنيه مهما قالوا، ضميري ما يسمحش ان انا ارشح تويوتا كورولا ب 950 الف جنيه. ارشح لك تويوتا كورولا دلوقتي ولا ارشح لك بي ام دبليو 218 تمام، الام سبورت باكج كمان، ارشح لك ايه؟ عرفت بقى ليه كان ضميري ما يسمحش؟ عرفت كان ليه ضميري ما يسمحش ان انا ارشح اوكتافيا؟ انت حر، ده مالك ودي فلوسك، عايز تشتري اشتري. لكن عرفت ليه؟ شفت بقى اللي اشترى اوكتافيا بمليون جنيه دلوقتي موقفه ايه؟ اللي اشترى اوكتافيا بمليون جنيه موقفه ايه؟ اللي اشترى سبورتاج بمليون و450 الف جنيه موقفه ايه؟ فهمت؟ فهمت ليه طول الفتره اللي فاتت دي بنقول لك مهما كانت الظروف الاقتصاديه ما ينفعش العربيات دي قيمتها تبقى كده؟ تلك الارقام لا توازي الحقيقه. تمام؟ وصلت؟ اعملوا شير، لان مش عارف ليه بيعملوا الكلام الغريب ده، ويعني بيحاولوا يقاومونا بكل الطرق يعني. شكرا، سلام عليكم.